كان في ست كتير مكافحة وجميلة، وجوزها كان معاها، كانت فاتحة محل حلويات كبير. محل حلويات الناس ممكن تخش تشتري، عايز تاكل في المحل ممكن عادي تاكل في المحل، وممكن عادي تشتري، وممكن تقعد على الترابيزة يتقدم لك كل حاجة. فطبعا الست دي ست مكافحة، عندها بنت يعني الناس اللي هي التعبانة من ذوي الاحتياجات والحاجات ديت. طبعا البنت دي بتتصرف تصرفات من غير انت ما تضرب، يعني ممكن تاخد اي حاجة تحطها في جيبها، ممكن تاخد شوية شوكولاتة تحطهم جوه جيبها. ففي واحد قاعد بياكل زبون، فخد باله من اللي بيحصل ده. افهم بقى ايه النتيجة واللي حصل ايه، بس ركز مع هناء الأسطورة صاحبة الحكاية. ست كتير محترمة، سنها صغير ما يدلش ان البنت دي بنتها، لان سنها كبير. يعني البنت عندها 18 سنة، انت ما يجيش في دماغك ان دي بنت دي. طبعا صاحبة الحكاية عمرها 38 سنة، اللي فاتحة محل الحلويات اسمها ندى. ندى عمرها 38 سنة. طبعا الراجل اللي كان قاعد بيشتري لفت نظره ان البنت سرقت الحاجة وحطتها في جيبها، فده كان ايه، خلاه امن على الترابيزة بسرعة وقال لها يا مدام لو سمحت اقفي. البنت اللي ماشية دي خدت شوية شوكولاتة كتار، هبشة شوكولاتة وحطيتها في جيبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشوني الناس اللي بتحب هناء الأسطورة. هتنزل يا باشا تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فرمضان كريم عليكم، وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وكل الشعوب اللي حبت أحلى أسطورة بخير وصحة وسلامة. من قلب مصر بقولك كل سنة وانت طيب، ورمضان كريم عليك وعلى أمة محمد. انزل بقى يا باشا. ايه ده من العسل المصرية دي بلايك. لو راعيتني بلايك رب راعيك ربنا. بحبك يعني، وانا بحبك والله، احبك كتير كمان. بس لو اتقيت الله فيا بقى. احنا اول يوم نشتغل، بس النهارده مش اول رمضان، النهارده تاني يوم رمضان. بس ما اعرف الفيديو ده هينزل امتى، بس انا حبيت اقول لك ان هناء الاسطوره ما اشتغلتش اول يوم رمضان. كنت بصلي، كنت نايمه. وعايزك تقول لي ايه رايك في القفد، اسمها قفد ايه بقى؟ المهم ايه رايك في واسمه ايه، الاسدال، هحتبروه اسدال. فيلا بقى انزل حط للست المصريه لايك وكومنت حلو كده، وتقول لي 5 و5 عليك يا ملكه هناء. اقول لك ميرسي بوكو. فطبعا انا قلت بقى ايه، انزل اتحمس واشتغل يا حلوين. ما انا لو قعدت ما في حد هيديني ماني ولا في حد هيديني فلوس. يقول لي كل سنه وانت طيبه هنا. انا اقول لشعب الجزائر واهل المغرب واهل الكويت واهل السعوديه كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وكل الشعوب اللي حبت الاسطوره طيبه وبخير. بنقول برضو لشعب السعوديه من قلب مصر كل سنه وانتم طيبين يا احلى ناس في الدنيا. كل سنه وكل الناس اللي حبت الاسطوره طيبه وبخير. واهل الامارات تحيه واحترام وادب على كل راجل حب الاسطوره هناك. طبعا الفيديو ده كده سريع، بس ما تنسى يا باشا تراعيني. طيب حطي لي لايك، كومنت حلو كده، وسبسكرايب. تقول لي كل سنه وانت طيبه احلى اسطوره. طبعا كهناء الاسطوره يعني هتزعل منك لو ما قلت لي كل سنه وانت طيبه. طبعا نسيت اقول لك اليزدان مش ستايله كده، لا اليزدان ده بيتربط كده وكده. بس انت عارف بقى كالعاده انا كاسطوره بحب اكون مميزه عن البشر. يعني ايه هنا، يعني بحب احط حاجه كده شكلها رقيق على بشرتي بجد هنا، والله اكون مميزه عن الناس. لو انت بتحب الاسطوره هتنزل تقول لي رايك ايه في اللي احنا بنهري فيه. رايك يفيدني. تقول لي يا هناء تصدقي اول مره اشوف شكلك عسل كده. اقول لك انت اللي عسل وسكر ونحلات كمان. بس لو ايه بقى، لو حطيت لي لايك يا بطل. اسمع بقى، الزبون قام من على الترابيزه
قال كلمه واحده ان البنت دي حراميه يا هانم. قالت له لا مش حراميه، سيبك منها. هي خايفه تقول له ان دي بنتها. المهم قالت له ممكن تسيبك منها؟ قال لها ازاي اسيبني منها وهي حراميه؟ قالت له طيب ما تشغل بالك انت بالحراميين، البنت دي بنتي وهي مريضه، مريضه من ذوي الاحتياجات، الناس المريضه. انا عارف ان هي خدت الشوكولاته، هي مش عارفه انت بتقول ايه اصلا، هي حاجه تاكلها وخلاص، فما تشغل بالك. قال لها الله يكون في عونك. طب انت سايباها خارجه؟ قالت له ما تشغل بالك ببنتي، هي بتخرج وتيجي، انت بس ما تشغلش بالك. هو طبعا فضل يسال، اتاريت الاب قاعد على الترابيزه بيسمع كلامه. ليه الراجل ده مستفز يعني ايه يعني بيسال كتير في اللي ملوش ايه، اللي مالكش فيه ما تسال فيه يا صاحبي، اسال على حاجه تهمك، حاجه تخصك. صدق كلامك صح يا هناء، انا ما اسال في حاجه ماليش فيها. انا رايحه اقول لك ان في واحده بتسرق، انت قلت لي خلاص دي بنتي، بنتي ومرضانه، مريضه، ما يشغلني انا. في ناس عامله زي القرع بتحب تمد البر يا صاحبي، يعني بتسال في اللي ملهاش فيه. صدق كلامك صح يا هناء، انا ما كذب ابدا. ادخل دول الغرفه اليتيمه بتاعتي وارجع لكم تاني، وعايزه اقول لك على سر خطير. اسال يا هرم، يا ريت اللي مالكش فيه ما تتحشر فيه. بتسال ما تسال كتير يا ابني، اسئله كتير بتبقى غلط. انزل ارزع لايك لاحلى اسطوره وتقول لي حلوه اللوك الجديد ده هناء، لايك وكومنت حلو. تصدق انا ما اشتريتش البتاع ده، عليا الطلاق ما اشتريته. طب البتاع ده ظروفه ايه؟ البتاع ده بنت اختي يا رب يسترها في الدنيا وفي الاخره، يجي لها عريس ابن حلال. هي قالت لي يا خالتي يا حبيبتي انا عامله لك مفاجاه. قلت لها قولي يا حبيبتي. قالت لي بمناسبه عيد الحب انا جايبه لك ده هديه، ورمضان داخل عليكي وتلبسيه شيك كده يا خالتي. بقالك كام سنه يا خالتي ما اشتريتيش؟ قلت لها من ساعه ما دخلت مطروح برجلي، بقالي 3 سنين ما اشتريتش حاجه. قالت لي انا بحبك يا خالتي، كل سنه وانت طيبه. قلت لها روحي يا بنت اختي تفرحي بحق جاه النبي. بصراحه انا ما كنت هشتري، ما معايا اموال. تصدق ان انا محبوسه في المكان ده؟ تصدقني صح؟ طب والله ما معايا اركب، يعني اروح انزل الدوله، يعني انزل القاهره، ما معايا فلوس انزل ولا اودي المدارس. يعني انا محبوسه في شهر رمضان. بس يلا يمكن ربنا يديني على قد نيتي وياخد لي حقي من اللي ظلمني. طبعا ولادي مشوا اما عرفوا ان انا افتقرت كالعاده يعني، بس يلا فطرناهم، يلا بناكل لوجه الله، ربنا هو اللي بياكل الناس. المهم يعني ربك رحيم على عباده، لو معاك اموال احمد ربنا. انت عارف لو انا عليا دين كان زمان معايا الفلوس ملبل كده. لما الدين اللي عليا انا لوحدي بقوم بدور الام والاب، يعني باكل العيال دول واصرف عليهم وادفع نور وغاز ونت وايجار المكان ده، ايه تاني هناك، والدروس والمجاميع. يعني احمد ربنا اللي انا عايشه بستر ربنا. عمري ما كنت هشتري البتاع ده عشان غالي. الله يسترها معايا. حط لي لايك بقى كومنت. كلامك صح يا اسطوره. بدل ما اروح اشتري واحده زي دي ازدانيه غاليه، اروح اشتري حاجه تانيه، اشتري اكل، اشتري الحاجات اللي ناقصاني، فاهمني؟ ما افكر اشتري التافه. واحد بيقول لي بقالك سنوات مش عندك عبايه. معلش يا حبيبي، المره الجايه ان شاء الله اشتري لك عبايه والبسها ان شاء الله بعد سنه اما اخلص الدين اللي عليا. يا رب اللي يجي عليا ما يكسب، واللي ما حاسس بيا برضه يحس بيا. انزل بقى حط لي لايك وكومنت حلو وقول لي كلمه واحده، كل سنه وانت طيبه هناك. كل سنه وكل الشعوب طيبه. انا احترمت دولتك وانت ما قلت لي كل سنه وانت طيبه يا هرم مصر. المهم طبعا صاحبنا لاحظ حاجه، عارف ايه هي؟ مشي ورا البنت، هي ماشيه تاكل المصاصه في الشارع والشوكولاته، فلاحظ ان هي ترللي، فطبعا مشي وراها. قال لها خدي انت اسمك ايه؟ قالت له ما اعرفش. طب انت رايحه فين؟ قالت له ما اعرفش. قال لها انا صاحب بابا. فمين اللي ماشي وراها بقى؟ ابوها. مشي ورا الراجل ده، شك فيه، كلامه مش ريحه، فكويس ان الراجل مشي وراه. تعالي بقى عشان جايب لك لعب وحاجات، تعالي خدي معايا السياره.
فراح يخطف البنت ويحطها فين؟ في السياره. هي عندها 18 سنه، حلوه يعني، جميله، انسه كده، اموره فيها الطمع. فقال لك يا صاحبي ايه، صدق واحد ممكن ياخد بنت زي دي يعمل ايه بقى معاها؟ اقول لك انا بس لو حطيت لي هرم مصر لايك، ها، وبعد اللايك هنا مفيش، حط لي بس ايه، لايك وكومنت حلو. فابتدى ايه يركبها السياره. فالاب جه قال له ايه ده، ما يعرفش ان ده ابوها. صاحبه المكان بعتلك شوكولاته معايا. قال له لا انا مش عايز. قال له طب جايبه لك تليفون ايفون. كل ده يا باشا عشان يعطلوا بس، ما اكتر ولا اقل. عطلوا، وقفوا شويه. كان هو متصل بالشرطه تيجي. صدقي هناء، احلى حاجه ان الشرطه تيجي. الشرطه جت عشان تاخد الخرفين. طبعا قال له عشان تاخد الايفون ده لازم تلعب لعبه واحده، تاكل الشوكولاته دي وتقول لي رايك ايه، هي دي المكافاه. قال له والله صاحبه المحل دي كويسه. الواحد ممكن يبقى ماشي بحاله كده وربنا يرزقه بحد كده ابن حرام، والله يضايقك كده في عيشتك وحياتك. ايوه صح كده. كلامك عسل يا اسطوره هنا. طيب كويس ان انا عسل. لو انا عسل وبلفت نظرك بقى تنزل يا باشا ترزع لايك لاحلى اسطوره. لان انا فقيره برضه، انا صريحه، اللي على قلبي على لساني. عيب ان احنا نعيش الدور مش دورنا، يعني انا ابقى مغروره. الغرور مش حلو يا صاحبي. الحلو اللي احنا نتواضع، نقول احنا فقره. الفقر مش عيب، العيب ان احنا ناكل حرام ونبص لعيشه غيرنا. انا كهناء فقيره، يعني انا مثلا النهارده 2 رمضان، ولاد بنتي الصغيره الصغنونه قالت لي انت فقيره، احنا رايحين عند الغني. قلت لهم طيب ابقى افتكروا امكم، سلموا لي على الراجل الغني وقولوا له جمله واحده، دي ست امنا. عرفتوا كده؟ روحوا افطروا عند الغني وسيبوا الفقيره مع ربنا. فانا مش زعلانه ان انا فقيره. ولعلمك بقى الراجل ده عرض عليا كذا مره انه يرجع لي، وانا عمري ما هرجع له. عارف ليه؟ مش هناء اللي واحد ينتصر عليها. انا هناء اسطوره، مفيش حد يلوي دراعي ابدا، حتى لو مش هلاقي اكل عادي. انا احب اعيش جعانه فقرانه، عارف، اكل بجبنه ومش اشرف من ان ارجع لراجل زي ده. ما يجيبني ابدا. ليه؟ هو بيستغل ان انا فقرانه ما معيش. فبيقول لي طب ما تيجي يا غلبانه ارجع لك واصرف عليكي. اقول له نو، تصرف على مراتك، نو، مش الهرم يالا اللي يتهزم. انا احب اعيش فقرانه، هروح عند امي تاكل لي. طب والنت؟ قلت له مالكش دعوه بالنت، اللي بيجي من النت انا بسد ديني وعايشه بستر ربنا. الناس اللي تفكرني ان انا مالتي مليارديره، لا يا باشا، انا فقيره فقرانه. قلت له ما تصرف عليا، اصرف على زوجتك، يلا اتقلع. شفت بقى انا صريحه زي معاك. هي بقى مشكلتي الصراحه. لا قلت له اكل اولادك، انا معايا الله. المهم طلب الشرطه زوج الست. بعد ما طلب الشرطه للاسف يعني حصلت حاجه. الشرطه جت وقالوا انت واحد حرامي، انت خاطف بنتي، دي بنتي. طلع الهويه بتاعته عشان يثبت للشرطه ان دي للاسف بنته. فهمتوها؟ وان ده واحد حرامي. وانتوا عارفين بقى اللي بيخطف حد يا حلوين. صدقني هناء انا بحبك. لا يا باشا وانا بحبك، بس انا زي ما تقول كده كرامتي بتنقح عليا. يعني انا عندي اموت من الجوع وارجعش الراجل يتجوز عليا، مع اني كنت بحبه، بس خلاص الحب ولع في الذره.
ما احب حد كذاب وما ارجع لراجل كذاب. فهمت؟ عارف انت بعتني واتجوزت عليا، انا بس حبيت الفت نظرك. خلاص بقى بعتني، يلا يا حبيبي يلا. هنا بكره ربنا يعوضني ان شاء الله ببركه سيدنا النبي، هيتعوض عليا. ما انا راضيه بربنا بقضاء ربنا. الشرطه قبضت عليه يا باشا، وعبره لكل واحد يفكر يخطف حد. قال لك دي عبيطه واخطفها. ابوها بقى حس بيها وللاسف مشي وراها. كويس والله ان الاب عمل كده، لو ما عمل كده كنت كل سنه وانت طيب. ايه بحبك يعني. ماشي كنت بتحبني انزل ارزع عليك الاسطوره. طبعا ايه كده انا خلصت، حاولت على قد ما اقدر ايه اخلص. المهم يا باشا ما تنسى تحط الاسطوره لايك، ما تنساش ان انا عايشه من القنوات دي. انت افضل اتفرج بالاسطوره هناء، زعلانه منك كتير. طب ليه يا ست هناء؟ عشان ما حطيت لي الاسطوره لايك. لايك بس، انا ما ابغي منك اموال. طيب بحبك يا هناء والله العظيم، انا بحبكم وبحترم الناس المحترمه يا باشا. طول ما انت محترم فالناس عمرها ما تفكر انها ما تحترمكش. انا احترم الراجل المؤدب اللي ما يغلط على الست المصريه. اتفقنا؟ انا ما اذيتك في شيء، بالعكس هدعي لك ربنا يرزقك بجد هنا، ورحمه ابويا هدعي لك ان ربنا يفتح لك كل باب ويرزقك. ما تنسى ان انا زلمه فقيره والفقر مش عيب. العيب ان احنا نرسم الدور على الناس ونعيش دور مش دورنا. ايوه يا حنين، انا حمد ربنا حتى لو ايه الحمد لله الشرطه جت قبضت على الحرامي اللي عايز يخطف البنت. ودي كانت قصتنا النهارده. قول لي رايك ايه في الهري. وانا ست فقيره مصريه احترم كل الناس اللي حبت هناء الاسطوره، رغم ان انا عايشه في المكان الصغير ده. الحته الصغيره دي هي الصاله، بس معايا رضا ربنا. ربنا بيحب العبد الصبور يا صاحبي اللي بيقول الحمد لله. يا باشا انا احسن من غيري. قول لي رايك ايه. هي اسمها ايه؟ اسمه ازدام. يعني وبحب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايقه انا لا ماليش في دول. شكلي حلو في الازدان. انزل قول لي رايك بصراحه، الحلو وحش. يلا عشان عندي شغل في المطبخ، هنغير الازدان ده وننزل ملوك الساحه. احبكم كتير، وما تنسى تحط لي لايك كومنت حلو.